السلام عليكم خواتاتي ان شاء الله تكونوا في احسن حال. اليوم نهار الاول تاع رمضان، اللهم يا ربي اجعل لنا فيه الخير والبركه يا ربي، وتقبلنا عندك يا الله يا ربي. فوت على خير وسلامه هذا الشهر علينا على اخواننا في غزه يا ربي، فرج عليهم يا الله. وقبل هذا نصلوا على سيد الخلق، اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك عليه. اليوم جيتكم خواتاتي بطاجين المثوم على اصوله، يعني الوصفه التقليديه نخدمها فقط بالثوم واللحم الغنمي هذا. اذا والمقادير تكون كالاتي. اذا الطاجين المثوم اللي قلت لكم عليه في البدوه، اولا ندير في الكيكوطه 2 مغارف حتى ل3 معالق مغارف تاع ماكله زيت، ونزيد لهم مغرف كبيره تاع السمن. السمن عنده واحد البنه شابه، بنه بنينه يعني بنه مليحه. السمن اللي عندها دير، اللي ما عندها معليش، الزيت يكفي. اذا نخليهم يسخنوا مع بعض، ونرمي الطرف تاع اللحم. هو نورمالمون يجيب اللحم تاع يعني ما يجيب الدجاج، ضروري كاين اللي ما عندهاش معليش يدير الدجاج. اذا نضع هذا الطرف ونخليه يتقلى مليح، يعني نثوم على الطبق الاصلي تاعه. شنديرو هنا قلت لكم 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع ماكله زيت، ومغرف صغير مغرف متوسطه تاع سمن تاع المدينه يعطيه بنه، ونديرو الطرف تاع اللحم. انا هذا اللحم جاني شويه قليل، غادي نزاوده شويه بفخه تاع دجاج، خاطر رمضان يليق تحسن كاع شكون يجي يفطر نقولو شامبان كيما نعاونه بالطرف تاع الدجاج. هاني مسخ. وهذا الطاجين مادام يسموه المثوم، يعني الطبق التقليدي يكون فقط بالمثوم. يعني في الكيكوطه ضروري نديرو 2 معالق ولا 3 في شغل الثوم يكون مرحي بالمهرز، ولا ما يسموه بالهاون. يعني اللي يقروا يعرفوا هذا، كنا نقول نعرفوا يسموه المهرز هذاك على المكتبه تاع العلوم يسموه الهاون. اذا كيما هكا نستخدموه في المطابخ في الكوزينات كيما هاك. نخلو هذيك الطرف هاي تحلاهم مليح، ونزيد عليهم 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع ثوم مهرس في المهرز. هاني مغيفه كبيره وشويه تاع ثوم، ونبداو نخرطو ما نخلوش ينخرطنا. واش نديرو ثاني؟ ما نديرو حتى تابل ما عدا الفلفل، ونديرو الكمون، خاطر المثوم يبغي الكمون يوصلو فقط شويه ملح لا تبدل. إذا راني درت المغيفة متوسطة كمون ملحي والفلفل على حساب الذوق وشوية ملح ونخلطه. هذا بالنسبة اللي يبغي يكون أبيض كيما هكا، بصح اللي يبغي أحمر يدير فلفل عكري مغيفة كبيرة، يزيد معاها نص مغيفة تاع طماطم مصبرة، ويزيد ثاني فلفل عكري يكون حار باه تجينا المرقة تاعنا حمرا. خاطر اللي يبغي أبيض يدير غير الفلفل والكمون والملح، اللي يبغي يحمر حنا في الغد دائما نستعملو مرقة حمرا، يعني نديرو فلفلة حمراء بنوعيها الحارة والحموضة، ومغرف صغير طماطم مصبر. يعني باش مغرف متوسطة فلفل عكري، مغيفة صغيرة طماطم مصبرة، نخلط نزيد لهم فلفل عكري حارة يعطيه لذة، نخلوهم يتقلاو مليح. نحرزوا داك الثوم وينحرق والتوابل اللي درناه. شادنا ملي استخدمنا المرقه الحمراء، درت مغرف متوسطه كمون، فتيت على راس المغرف فلفل، على خاطر زدت لها فلفله حمراء حاره، ثم فلفله حمراء حلوه، ودرت شويه ملح، ونبداو نخلطوا، ما نخلوش التوابل هذو تنحرق. واللي يبغي يدير مرقه بيضاء يدير فقط هذاك الثوم يقليه مع اللحم كيما هكا، ويدير عليه الملح وشويه فلفل على حساب الذوق وشويه كمون باه تجي المرقه بيضاء. وحنا من نسكنوا في الغرب دائما نستخدموا مرقه حمراء. نقلوهم مليح 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 باه ما ينحرقوناش هذو، ونرمو عليهم الحمص، خاطر المثوم يجي بالحمص. الحمص عليها نرميه انا في البدوه، خاطر يعني منفخاته وغاسلته وديرته في ساشي تاع كونجيلاسيون في الفريدو، دونك نجبده ندير مباشره. بصح اللي يطيبوه يرموا حتى من يقول يطفوا على الوصفه يرموا حمص، بصح هو راه عندي خضر يليق نرميه من البدوه.
إذا بعد ما رمينا الحمص نبداو نحركو بما ينحرقوناش، وفي نفس الوقت انا نسخن في الماء. إلا المرقه هذه نسقيها بالماء غالي، الماء يغلي منديروش البارد، تعطينا نكهه مليحه في الماكله تاعنا. إلا الماكله باه تجي تاع الانسان تكون ذات نكهه، إلا كي شغل نقلو، إلا كنا دايرين بصل ولا حاجه وثوم كاع نقلو الخضره مليح 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 مع داك الطري تاع اللحم، ومن بعد كي تقلا مليح نخلطوه نرمو عليهم الماء يغلي باش تكون النكهه، يعني كي شغل الحمص ما ينخلعش ويولي نكهز، باه يطيب مليح في الماء ساخن. هذه الوصفه التقليديه. وكاين دروك راهم يديروا يخلطوا، يديروا مثل الثوم، يديروا البصل، يديروا اي حاجه. خاطر المثوم تجيب الوصفه التقليديه تاع المثوم تجيب بالحمص. إذا الطبق الرئيسي اللي نهار الأول تاع رمضان هذا سنة 2024 درت المثوم، إن شاء الله يخرج عند حسن ظن الجميع. إذا خوتي خواتاتي شوفوا الطريقة. إلا نزيد نغلي الماء ونصف الكيكوطة باه اللحم هذا كيطيب على غرضه. إذا بعد ما خليت المرقة تاعي تطيب، شندير دروك نجيب غير سيبيون وندير فيه شويه تاع كفته، راهي هنا عاود 40 كفته. شندير لها؟ ندير لها التوابل، الكمون والفلفل والملح بكميات مناسبه، نفرخهم هنا، ونزيد عليها الثوم اللي بقى لنا من اللي درسته قبيله. باش نزيد درت الفلفل والملح والكمون وشويه ثوم مرحي اللي بقى متاع قبيل. نزيد لها بيضه، هذا الكفته نزيد لها بيضه باه تشدها في المرقه من الطيب. ونزيد كاين اللي في الكفته يديروا لا شابليغ تخلي الحبه تجي مزرفعه، ما تكونش عندها شكل مليح. شندير انا؟ ندير مغيفه تاع فرينه، خاطر الفرينه تخلي الكفته الحبه تاع الكفته تجي رطبين. ونخلطوا الكل مع بعض بلا ما ننساو ملعقه صغيره تاع السمن، نخلطوا الكل مع بعض. ما كان لا معدنوس لا قزبر لا غير هكا. هذه هي الوصفه الاصليه تاع المثوم. كاين اللي ما عندهاش هذه الكفته تروح دير الكفته تاع الدجاج ودير لها شويه تزوير، دير لها فله حمراء تعطيها لون احمر، قال باللي هاي تاكل في الكفته تاع هي كل واحد وسبحان الله. ان شاء الله الدولة تشوف الشعب المسكين بعين الاعتبار وتخصنا من السلع، نعجبو ناكلو ونولو قاع بخير. ندق هذيك المواد قاع نعجنها مع بعض بتدخل في بعضها البعض. اذا هذه الكميه تاع الكفته راهي كورتها كيما هاك، ما وريتلكمش باه ما يجينيش الفيديو طويل، يعني نختصر في قدر المستطاع. شوفوا خواتاتي ملي تبغوا تشكلوا شويه تلزق لكم في الليل، جيبوا اناء فيه شويه ماء وديروا كويرات، يعني كي شغل اللي كي تكون مشمخه تتعاونكم في تشكيل الكويرات تاع الكفته. هذه الكميه كي يدخلها الطياب داك الحمص نرمي هذه ان شاء الله ونرجع فيما بعد. الطرفه الطياب نرمي لهم الكفته دروك. بسم الله. قلت لكم هذا المثوم على المثوم الاصلي، يجي غير بالمثوم فقط. دروك يعجبوا به، يديروا فيه البصل، يديروه
يديروا فوق الزيتون، يديروا فوق الجلبان، يجي مع الحمص. هو الجدود تاع بكري كانوا يستخدموه كيماه. جدودنا بكري كانوا يديروا كيماه. كانت العيشه زينه، اللحم الغنمي كاع ما يشتكوش منه. الفوم تاعنا وجد، دوك نحطوه في الصحن التقديم. نحطو هذا انا زدت له ورقه تاع رند، قد ثاني الرند صحي. له جوج ورق تاع رند. هذا هو الطبق تاعنا خوتي خواتاتي. سمحولي هذا التصوير انا دايرين هاك. ان شاء الله ما نكونش مشتاقين يا رب. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذه الوصفه التقليديه. ديروها اللي بغى يديرها بالكفته تاع الدجاج ومعليش الحمص عادي. اذا اخوتي خواتاتي ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. اذا ما تنساونيش خوتي خواتاتي بالجيم والاشتراك في القناه، تعليق ولو كان على شكل قلب، المهم تعليق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.